ايه رأيكم النهاردة هنغير بدل المنيه والقراقيش اللي بنعملها على طول؟ لا، المرة دي هنعمل حاجة كده، قراقيش حلوة وخفيفة ومحشية عجوة وعلى هيئة القطايف. مبدئيا احنا معانا نص كيلو عجوة، نزلت عليه معلقتين سمنة كده وسيحتهم علشان العجوة تطهى. معانا 5 بيضات، باكوين فانيليا، باكو بيكنج باودر، ومعانا العجوة اهي بعد ما ساحت طبعا بالسمنة. علشان تطهيها لازم تعمليها بالسمنة. يلا بينا نشوف بقية مقاديرنا. معانا كوباية سمنة، ومعانا كوباية زيت، ومعانا كيلو دقيق. سهلة وبسيطة وخفيفة جدا وهتحبيها قوي. يلا بينا. انا هنا مبدئيا هنزل بالفانيليا البكوين على البيض وهضربه بالمضرب. ما عندكيش المضرب بالمعلقة او بالشوكة عادي مفيش مشكلة، المهم ان البياض والصفار يختلطوا ببعض كويس. انا مش عايزاه يبقى فوم، احنا مش هنعمل كيكة ولا حاجة. معانا كيلو دقيق همنخله، وهحط عليه ذرة ملح صغيرة، وهنزل بباكو البيكنج باودر. يلا بينا. يلا بينا. معانا هنا هنستعمل كوباية مية بس هنحطها بالتدريج، بس انا علشان منساش المية قلت اقول لكم عليها وهتشوفوها واحنا بنحطها. بنفضي طبعا كوباية السمنة كلها، ما تسيبيش حاجة فيها، ماشي؟ اكيد يعني. السمنة غالية يا بنات. وادي كوباية الزيت يا ست البنات بقى. وهنعمل ايه؟ هنبس الدقيق. يعني ايه نبس الدقيق؟ هندخل السمنة والزيت في الدقيق كله، يبقى كأنها زي الرملة الناعمة معاكي كده. بصوا كده الزيت والسمنة اتشربوا في الدقيق كويس. هننزل بالبيض وهنسيب بصوا معلقتين صغيرين كده علشان ندهن بيهم وش القراقيش بتاعتنا. مش عايزة تدهني بالبيض مفيش مشكلة وخلاص، ممكن تحطيها من غير ما تدهني الوش حاجة. بنقلب كويس جدا في العجينة، وبعد كده ادي كوباية المية هننزلها واحدة واحدة. انا في الاول اخدت بتاع 3/4 وسبت الربع، وقلبت كويس قوي، ولما لقياها ناشفة ولسه محتاجة المية حطيت ربع الكوباية اللي باقية. يعني اخدت معانا كوباية مية على كوباية سمنة على كوباية زيت. شايفين العجينة كده بتتلم معاكي ولا بتشقق ولا حاجة كده؟ مية مية وتمام. شايفين؟ هنا بقى هبدأ هقطع العجينة بتاعتي كور صغيرة، يعني كأنك هتعملي قطايف. فطبعا القطايف بتبقى يعني حجمها صغير مش كبير. انا هنا هفردها الاول بايدي واطبطبها بايدي، وبعد كده هجيب النشابة. ما عندكيش النشابة كملي بايدك مفيش مشكلة، بس النشابة بتساعدك على انها تبقى سمكها رفيع عشان تقدري تحشيها العجوة زي ما انتوا شايفين. بصوا ساوي بقى، احنا مش عايزين العجوة مكلكعة فيها علشان ما تبقاش عالية، علشان نعرف نقفلها زي ما احنا عايزين. قفلناها كده زي القطايف، وبالشوكة بقى اضغطي بيها، اضغطي عليها علشان تبقي قافلاها. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟ هتكملي طبعا بقية كميتك بنفس الطريقة، وانتي قاعدة بقى بتتفرجي على تلفزيون، قاعدة بتتفرجي على فيلم ومسلسل. يعني مش هتاخد معاكي ساعة زمن، كلها على بعضيها وخفيفة وحلوة ووجبة تقدري تفطري بيها الصبح، تحطي لأولادك منها في اللانش بوكس. شايفين كده؟ خلصت الكمية بتاعتي. انا حبيت بس اوريكم انا بعمل ايه، وبعد كده هكمل بقية المقادير بتاعتي. هنا الوش بقى بدهنه بيض، مش حابة ان انتي تدهنيه بيض برضو قلنا مفيش مشكلة. في ناس بتدهن الوش لبن. كده خلصنا. دخلتها الفرن وطلعتها، وطبعا بتقدميها بقى مع كوباية شاي بلبن، كوباية شاي سادة، اي حاجة، يعني حاجة كده خفيفة وتنفعك للفطار او للعشاء. ايه رأيكم؟ اتمنى طبعا ان الفيديو يعجبكم وان الوصفة تعجبكم وتنعدكم. ما تنسوناش في اللايك والشير. سلام عليكم.